طيب بعد فترة طويلة من الانقطاع والغيبة كنت متحمس جدا ارجع اعمل فيديوهات واعمل محتوى تاني هنا على القناة، وكالعادة زي ما انتم عارفين ان من اكتر الحاجات اللي احنا بنحب نتكلم عنها هنا هي المحتوى المدبلج وخصوصا سبيس تون. جريت على تطبيق سبيس تون جو وفتحت بقى ويلا اشوف ايه المحتوى الجديد، ما انا عايز اتكلم معاكم بقى. لقيت التطبيق فاضي جدا. ببص ما لقيتش عليه حاجات مهمة غير محقق كونان الحلقات الحديثة اللي بتنزل و بس حرفيا، يعني حتى المحقق كان اخر فيديو احنا كنا متكلمين عنه، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. لكن بس دي الحاجه الوحيده اللي موجوده على سبيس تون جو حاليا ليها اهميه شويه، سواء دبلجه الحلقات الجديده او الجزء ال11. الباقي كل اللي بيتعرض ايه؟ بوليانا، سالي، الحاجات بتاعت كوكب زمردة، مسلسل صيني جديد. انا مش فاهم بجد ايه الحاجات اللي بتتعرض على سبيس تون جو. يعني انا حقيقي مش قادر اصدق ان الوقت اللي نتفليكس فيه بتعيد دبلجه وان بيس كلها كامله من الاول بدون اي تحريف، والوقت اللي شاهد فيه واخده حقوق بليتش كامل وبتعرضه اسبوعي مع اي حلقه مع اي جزء جديد بينزل، والوقت اللي ستارز بلاي دبلجت فيه ناروتو شيبودن ببورتو بكل الافلام بكل الحاجات الجديده اللي بتنزل، سبيس تون قاعده تدبلج لي بوليانا وسالي. ريلي؟ اعلنوا عن دبلجه هاي كيو وناموا عليها، لمحوا قبل كده من زمان لدبلجه فيلم دراجون بول سوبر برولي وناموا عليها خالص. كان عندهم فرصه ذهبيه ان هم يدبلجوا دراجون بول دايما ويركبوا الترند بتاعه، ناموا عليها خالص. عندهم فرصه ذهبيه في وسط نهايه العالم بتاع بوكو هيرو ان هم يكملوا دبلجه الاجزاء ويركبوا الترند ويشدوا انظار الناس ليها، برضو ناموا على الفرصه دي خالص. فرصه بعد فرصه بعد فرصه. انا مش فاهم سبيس تون بتضيع من ايديها الحاجات دي كلها ليه. حرفيا سبيس تون مش عارفه تطلع من الماضي. طريقه الدبلجه ونوعيه الاعمال والدماغ التسويقيه هياها من اول ما ابتدوا لحد دلوقتي، وفاكرينها هتفضل تنفع. فاكرين ان نفس الطريقه اللي نفعت معاهم زمان هتفضل تنفع من هنا لحد الى ما لا نهايه. خلاص شباب المستقبل موجودين، احنا دلوقتي في المستقبل بقى، فشباب المستقبل موجودين مش هيروحوا في اي حته تانية. لا يا حبيبي، شباب المستقبل راح لنتفليكس وراح لكرانشي رول وراح لشاهد وراح لستارز بلاي. شباب المستقبل بقى يعمل كل حاجه اي حاجه ويروح اي حته ويتفرج على انمي، مش شرط حتى المدبلج. كلنا بقينا نلجا للمدبلج الانجليش مثلا او المترجم بالياباني، طبعا ده الدارج اكتر. لكن محدش بقى موجود مع سبيس تون بسبب العقليه دي بس، ويفضلوا على الاعمال الكرتونيه زي ما هي، الاعمال اللي محدش بيطيقها. ما اعرفش يعني ما اعرفش هم ايه الداتا بيز اللي عندهم اللي بتقول لهم الناس بتحب النوعيه دي من الاعمال، لو سمحتوا دبلجوا. سيبكم من كل الاعمال المهمه، سيبكم من كل الناس اللي بيطلبوا اعمال انمي جديده الشباب موجودين معانا كده كده، هم كده كده. لا تنسى ان تبقى مع سبيس تون يا صديقي. ما لكش دعوه. عندي انا الطلعه دي. تعالى بس خد بوكويو دبلجه اتفضل. وفي حلقه رهيبه جدا لمشا والدب اتفضل. وفي عندنا بقى في فيلم خرافي. بص، في مسلسل جديد ده هينزل يكسر الدنيا على تطبيق سبيس تون جو، مسلسل صيني محدش شافه ولا حد سمع عنه ولا حد طلبه، بس احنا كالعاده احنا سبيس تون، احنا اللي بنطلع الناس جواهر مدفونه محدش عارف عنها قبل كده. وعلى فكره ده حقيقي مش تريقه في بعض الاوقات، بس هو ايه اللي موجود يعني بجد مفيش حاجه على التطبيق، فاضي. من فتره كان نزل وقت الوايت فرايداي تقريبا، كان عرض كده اشتراك سنه بحالها 365 يوم ب 90 جنيه مصري بس. تحمست للعرض جدا وتحمست للاشتراك جدا وقلت بس يلا فين المحفظه، خد الكارت بتاعي اهو حالا تيك ماي ماني، تيك ماي كارد 90 جنيه. بس رجعت وبصيت اللي هو التطبيق عليه ايه؟ بجد يعني انا تطبيق عليه بعض الحاجات بس المهمه. انا بتكلم لمده سنه بقى. اولا الاسبوعي اللي بيعرض ممل، يعني مش ممل، هو يعني ممل دي كلمه يعني انا بمدح فيه. تمام. دراجون بول سوبر كلنا اتفرجنا عليه بقى بدل المره 3-4 مرات. هانتر يعني انا واحد اتفرجت على هانتر كتير بس الحمد لله ان هو موجود. كونان للي متعلق بدبلجه كونان العربي، وزي ما قلت لكم كنا اتكلمنا قبل كده ان دبلجه كونان فيها عيوب كتير تمنع ان هي تكون المشاهده الاصليه. دايما مشاهده كونان بالدبلجه العربي تكون المشاهده النوستالجيك، المشاهده اللي بتسترجع بيها ذكريات، يا اما ذكريات الدبلجه والنوستالجيا القديمه بتاعتك، يا اما ذكريات كونان ذات نفسها. لو انت حبيت كونان واتفرجت اوريدي عليه وعايز تشوف بقى الحلقه دي شكلها عامل ازاي. تمام. هانتر زي ما قلت لكم، دراجون بول سوبر، بوكو هيرو اللي لسه ما اتفرجش على الاحداث. انا بالنسبه لي التطبيق ما لهوش غير 3-4 حاجات محتاج اعملهم او محتاج اتفرج عليهم. كوروكو نو باسكت، ميدن ابس يعني صنع في الهاويه. يعني ايه تاني؟ داي الشجاع ميبي.
ومش فاكر يعني انا عايز اكرمهم واحط لهم عمل رابع عشان يبقى عايز احط على ايدي 5 اعمال مش عارف بجد. التطبيق معلهوش 5 اعمال على بعض ياخدوني. ماشي يا سيدي، ميراي والخدمه الخفيه وميدن ابس وكوروكونو باسكت، وكان في عمل تاني قلته بس انا نسيته، ما علينا يعني. فده بجد كله على التطبيق. طب يعني كل ده يتشاف شهرين، عندي 10 شهور من المحتوى الفاضي بجد. انا ببص على انا ما اشتركتش في السنه، ما خدتش الاشتراك السنوي اللي كان فرصه ذهبيه و90 جنيه مصري، بس على ايه بجد؟ هو في ايه موجود في التطبيق؟ في الاوقات التانية اللي ممكن اروح فيها مثلا نتفليكس والاقي وان بيس مدبلج، يعني اوريدي منزلين يجي بتاع 31 او 32 حلقه اي ثينك، وبعد كده ممكن تروح كرانشي رول تلاقي محتوى مدبلج او محتوى بقى مترجم للانميات، ممكن تروح شاهد تلاقي محتوى انمي، ممكن تروح كرانشي، ممكن اي حته او اي منصه انت دلوقتي بتشترك فيها، حتى اللي هي بتاعت يانجو بلاي بقوا عاملين شراكه مع كرانشي رول، وممكن تروح هناك وتلاقي محتوى الانمي اللي انت عايزه. لكن سبيس تون جو عليها ايه بجد؟ بي بليد، بوليانا، سالي، ذات الشعر الاحمر، مسلسل صيني بس. صدقوني انا حاسس باحباط شديد جدا، لان انا بحب سبيس تون. انا عايز اشجع سبيس تون، انا مش عايز اتفرج على حاجه تانية غير سبيس تون. لكن هم عمالين بيجبرونا ان احنا نروح لبدايل تانية، عمالين بيجبرونا ان احنا نروح لاماكن تانية ونجرب اماكن كتير مختلفه. مفيش مشكله في التجربه، بس كنا دايما واخدينها شعار لا تنسى ان تبقى مع سبيس تون. هم مش مخلينا عارفين نبقى مع سبيس تون. يعني مثلا اديكم شايفين اهو، اول ما فكرت ارجع اعمل محتوى اول حاجه جت في دماغي سبيس تون، اول حاجه جت في دماغي المحتويات المدبلجه مثلا على سبيس تون جو او على قناه سبيس تون. لكن دخلت هم حتى يعني كونان الجزء الثالث ما كملوش بقيه الحلقات اللي موجوده فيه، لسه كونان حتى مش متوفر المدبلج كامل، لا الرابع ولا الخامس ولا السادس. اوكي في السابع والثامن والتاسع والعاشر والحداشر والخمسة وعشرين، وهم بيكملوا دلوقتي دبلجه ال11، بيكملوا دبلجه الحلقات الحديثه. تمام حلو جدا. في الثالث والرابع والخامس والسادس كلهم راحوا فين؟ مفيش. هل هم دبلجوا حاجات جديده من دراجون بول؟ مفيش. هل هم دبلجوا حاجات جديده زي ما قلنا من بوكو هيرو كانت الفرصه الذهبيه؟ مفيش. بالمناسبه شوفوا لو عايزين نتكلم عن بوكو هيرو والنهايه الملحميه بتاعت الاسطوره وبتاعت العمل اللي فضل قاعد معانا سنين كتير، عاصرنا، هو جزء عاش معاك حياتك. الانمي ده عاش معاك حياه بجد، ومن الحاجات اللي اثرت فيها جدا. فلو عايزين نتكلم عنه قولوا لي تحت في الكومنتات. لكن عموما نرجع تاني للفيديو يعني. بس في حرفيا سبيس تون لازم ترجع تعيد حساباتها تاني وتخطط من الاول وتفور الدماغ دي وتبدا على نظافه وعلى بدايه جديده وعلى عقليه جديده، لان هم عندهم احسن مواهب، عندهم احسن تمثيل، عندهم احسن اعداد، عندهم احسن احساس. يعني بجد الناس اللي بتتفرج على الياباني وتقول هو ده الاحساس البيرفكت، لا، الاحساس البيرفكت عند العربي، عند الدبلجه العربي، وخصوصا السوريين، خصوصا ممثلين سوريا مركز زهره سبيستون. تمام، ده الاحساس اللي بجد بيرفكت، ده الاحساس اللي يلمس قلبك وانت تقدر تريليت معاه، لان انت تقدر تريليت مع الثقافه دي. والاعداد دلوقتي وحتى الحجب يعني ما عنديش مشكله ان هم لو في مشهد خارج او واحده لابسه لبس غير لائق شويه بيحجبوه، لان هم دلوقتي ما بقوش يقصوا ويخلوا الشاشه متقصقصه بشكل مبهم. دلوقتي بقى عندهم التعديل الالكتروني، فتعديل الالكتروني ممتاز، اعداد وسكريبت ونصوص زي ما احنا شفنا في هانتر وبوكو هيرو على اعلى مستوى، وكوروكونو باسكت كمان. عندك دبلجه واصوات ممثلين ونبرات واحساس وتمثيل غيلان احساس. انت ناقصك ايه؟ ناقصك نوعيه الاعمال اللي انت بتختارها، ناقصك الفرص اللي انت بتضيعها، ناقصك التسويق. دول 3 حاجات اللي لو سبيس تون ابتدوا يتعاملوا معاها حرفيا هيلاقوا نفسهم وصلوا لحته تانية تماما 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 تماما. عندك اعمال مثلا زي جوجوتسو كايسن، عندك اعمال زي بلاك كلوفر، عندك اعمال مهمه وقويه وتقدر تغطيها. عندك يعني انا ما كنتش اتخيل في الاول في الاخر ان ارك النمل بنمل الكيميرا والاجسام الانثويه بتاعت نمل الكيميرا ان هم يعني يبول ثرو، يعني هم نجحوا في ان هم يعملوا يعني يعدوا بسلام من الارك ده بدون ما يخلوا الموضوع شكله كرنج او فيك. طب ما انت عندك الفرصه، عندك اعمال، عندك حاجات ممكن يا سيدي تبعد عن المصطلحات الكفريه، مع ان دراجون بول سوبر كان فيه مصطلحات كفريه لكن انتوا اتعاملتوا معاه بدقه وبحرفيه جدا جدا جدا. عندك ديث نوت، عندك اتاك اون تايتن، عندك وان بانش مان اللي هو اوريدي دلوقتي عليه حاجات كتير. عندك يا سيدي كمل بوكو هيرو، يا سيدي تعالى بقى الانميات الرياضيه ملعبك. عندك هاي كيو اللي انت ما عبرتوش، عندك عندك هاجيمي نو ايبو، حاجات لو قربت فول ميتال الكيميست براذر هود، في حاجات عندك لو قربت لها
كنوز، منجم يا سيدي. هات الحاجات بتاعتك اللي كانت موجوده على دي سي وورنر براذرز، وهات باتمان، هات سوبرمان، كمل الحاجات بتاعتك اللي انت بتحبها اللي لا تخالف ثقافتك وشريعتك وعقيدتك. لكن بنكلم مين؟ كلامنا كله بينزل على اذان ليست مصغيه للاسف. بس كده يا سيدي، ودي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. كان فيديو خفيف لطيف، حبينا نتكلم فيه شويه مع بعض من ريحه الحاجات اللي بتاعت زمان والفيديوهات اللي احنا كنا متعودين نعملها. اعذروني انشغلت شويه عنكم، لكن ركزت شويه مع كورال تونالجيا وحبيت اديله كل ثقتي وكل اهتمامي، وكنت منصب عليه جدا، والحمد لله ابتدينا ننجح الى حد كبير. وكذا حمله وكذا فيديوهات نعملها بالشراكه مع سبيس تون ذات نفسهم، فالحمد لله وصلنا لشيء كويس. الحياه شغلتني شويه وسحلتني في كذا اتجاه، وكذا حاجات نفسيه. شكيت اصلا في تيفو سيمباي، شكيت في الجانرا كلها، شكيت في نفسي كصانع محتوى، فعشان كده اتاخرت عليكم. لكن اظن بما انها بدايه السنه الجديده دي انسب حاجه اقدر اقولها لكم. وبس يا سيدي، دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين. واخر حاجه، لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.